ايه اهلاويه اللي عملتوه في سيد عبد الحفيظ ده؟ يعني تاخدوه لحم وترموه عظم يعني ولا ايه؟ يعني انتوا ما بتصدقوا تلاقوا اي حاجه وتشبطوا فيها حتى لو هي ما تخصكمش خالص. يعني تقدر تقول لي ايه السبب ان هم شالوا سيد عبد الحفيظ وراجل ناجح وعامل احلى شغل؟ اكيد في سبب يا كوتش، مع الاهلي ما ياخدش الخطوه دي الا لما يكون في سبب قوي. اصدقائي صديقاتي احبابي متابعينا في كل مكان، اهلا بيكم على قناه ايمن سبورت 2 وحلقه جديده من حلقات فرفوش واصحابه. اول حاجه يا كوتش اقولها لك ان الكل بيعترض على القرار ده. تاني حاجه ممكن يرجعوا في القرار ده، ليه لا؟ تالت حاجه بقى، السر ورا القرار ده كولر. ايوه، كولر، مع ان الكل بياكد ان كولر ملوش دعوه بالموضوع. لا، ما تحاولش تقنعني بقى ان كولر ملوش دعوه بالموضوع، وما تحاولش تقنعني ان هم ما خدوش رايه. ما تحاولش تقنعني ان ما يكونش، ليه لا، ان يكون هو السبب في الاقاله بتاعت سيد عبد الحفيظ. لان كولر عنيد، مش سهل. يعني مثلا مع ايمن اشرف، في البدايه خالص فتره الاعداد كان ايمن عنده اصابه وكان عايز ياكد على نفسه من كشف كده في المانيا، وهو قال له لازم تكون معايا موجود عشان اشوفك وبتاع، وهو اصر وقال له انا حجزت وبتاع عند الدكتور، وده مشوار مهم عشان اطمن على نفسي. كولر من ساعتها ما خلاش ايمن اشرف يلمس كوره في الاهلي. وبعدين موضوع ابو عبله، برضه كولر كان برضه ليه دخل بالموضوع. الحته التالته بقى، قوه شخصيه سيد عبد الحفيظ، معروف عنه الحزم والشده، ودي ممكن تتعارض مع الشخصيه العنيده اللي في كولر. واعتقد بنسبه كبيره جدا وهتظهر في يوم من الايام ان الكلام ده يطلع مظبوط. ايوه، ان كولر هو السبب. يعني ما يحبش يكون الراجل التاني، وسيد عبد الحفيظ يحب يكون الراجل الاول. ممكن اختلفوا بشكل او باخر، وانت عارف الاهلي ما يحبش يطلع كل التفاصيل بره. انما في يوم من الايام هتظهر وهتبان الحقيقه، وتقول فعلا يا فرفوش عندك حق. اه فعلا، وفكرتني كمان موضوع سافيو لما مستحقاته اتاخرت شويه وادعى الاصابه وقال للايه لكولر اللي هو متصاب وبتاع، واتضح ان هو مش متصاب ولا حاجه. ولما خد مستحقاته قال له انا عايز العب وبتاع، فبرضه كولر ما خلوش شاف الكوره تاني لحد ما مشي وساب النادي الاهلي. طب في لقطه انا شفتها بس مش فاكر في ماتش ايه. كولر كان قاعد على اول كرسي، وسيد عبد الحفيظ كان قاعد تاني كرسي. كولر قام وجه للعيبه، وبعدين بطرف عينيه بص لقى سيد نقل نفسه من الكرسي التاني للكرسي الاولاني، وانت عارف سيد بيحب يقعد في اول كرسي. فيعني حاجه صغيره زي دي ومحدش خد باله منها، الا ان ايه، سيد مش سهل وكولر برضه مش سهل. كل واحد ليه شخصيه، كل واحد عايز يفرض نفسه على التاني، اعتقد كده. والماتش ده كان من ضمن ماتشات الدوري العام في الفتره الاخيره. ايوه يا سيدي، ولو افترضنا اللي كان فيه خلاف بينهم مش عايزين يقولوا، يبقى يمشي بالطريقه دي؟ مش معقول يعني. عندك حق، دي النقطه الجوهريه. ليه بعد التاريخ ده كله يتعامل مع سيد عبد الحفيظ كده؟ حاجه تزعل. والاغرب من كده ان في انباء قويه باحتمال عودته. هل تتخيل ممكن الاهلي يتراجع عن القرار ده ويعود سيد عبد الحفيظ تاني؟ هنشوف. وهل سيد عبد الحفيظ هيوافق انه يرجع تاني؟ هنشوف، وارد، كل شيء وارد. وكمان في كلام بيتقال على قمصان ومدرب حراس المرمى، برضه وارد. الايام الجايه هتظهر كل حاجه. يبدو ان في مفاجآت كتيره في الفتره اللي جايه. اصدقائي صديقاتي متابعينا في كل مكان، يا رب يكون وفقنا، يا رب يكون اسعدناكم. يا رب ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه، ويلا سلام.